نهار واحد غير متوقع قلب حياة عائلة كاملة. الدم سال، الطمع خرب المحبة، والدوار كامل تصدم. واش مستعدين تعرفوا الحقيقة المأساوية اللي وقعت بين الإخوة؟ والأرض اللي كانت رمز الخير ولات مسرح جريمة؟ شنو وقع؟ واش الورث يسوى روح الإنسان؟ في دوار هادئ تابع لنواحي القنيطرة كانت كتعيش عائلة الحاجة محمد، رجل معروف في المنطقة بالخير والنية والعدل. كان فلاح قديم، خدم الأرض بيديه من صغره حتى ولا عنده ما بين 6 و7 هكتارات، وفيهم دار كبيرة وسط الضيعة. الحاجة محمد ما كانش غني بزاف، ولكن كان مرتاح ومحبوب. الناس كيعرفوه بالحاجة الخير، حيث ما كيدخلش واحد للدار ديالو إلا ويخرج شبعان ومبتسم. كان دايما يقول: النية زينة والرزق ما كيعطيه لا طمع لا حيلة، كيعطيه الله اللي فيه البركة. مراتو لالا رقية ماتت قبلو بسنين، ومن داك النهار بقاش عايش غير بولادو الأربعة: عبد الكبير، طاهر، عبد الحق، والبنت الصغيرة زهرة. عبد الكبير الكبير في الإخوة، كان معروف بالعياقة والأنانية. منين بغى الوالد يفرق الأرض عليهم شوية بشوية رفض، وقال ليه: خليها كلها باسمك وأنا نتصرف فيها، وخوتي باقين صغار وما عارفين والو على الفلاحة. وهاد الجملة كانت بداية الطريق ديال الطمع. عبد الكبير بقى كيدير في الأوراق، كيتعامل مع الناس باسم الوالد، حتى ولا عنده نفوذ في الدوار والناس كيشوفوه بحال اللي مول الضيعة. الطاهر الأوفط كان عكسه تماما، راجل ساكت طيب، خدام في المدينة ولكن كيعاون والده كل ما يقدر، وما عمرو فكر في الورث ولا في الأرض. أما عبد الحق الصغير كان خدام في القنيطرة، راجل طيب ولكن عصبي وما كيبغيش يشوف الظلم. وزهراء البنت الوحيدة كانت لسانها طويل ولكن قلبها ابيض، ديما كتحاول تجمع شمل العائلة. نهار مرض الحاجة محمد، مرض خايب، حس براسو قربات الساعة. بدا كيهضر مع كل واحد على حيدة. قال لعبد الكبير: ولدي الله يرضى عليك، خدم الأرض ولكن ما تظلمش خوتك. وقال الطاهر: الصبر زوين والحق ما كيضيعش. وقال لعبد الحق: كون راجل وما تخليش الدم يبرد بيناتكم. وقال زهرة: انتي صلي ودعي ربي ما يتفرقوش بعدي. ولكن القدر ما سمعش الدعاء. مات الحاجة محمد نهار الخميس مع العصر، والدوار كامل بكى عليه حيث كان رمز ديال الخير. في الجنازة الناس كانوا كيهضروا على كرم الرجل، أما ولادو فكل واحد كان غارق في الهواجس ديالو. عبد الكبير كيشوف الأرض كيفاش غادي تولي بين يديه، طاهر كيشك في نية خوه، وعبد الحق كيغلي من الداخل. زهرة شافتهم ودموعها في عينيها وقالت: واش حتى الموت ما غادي يجي يجمعكم؟ الطمع غادي يقتلكم كاملين. ما عرفاتش أنها كانت كتنبأ بالنهاية، النهاية اللي غادي تكون فيها دم، خيانة وعدالة متأخرة. من بعد ما دفنوا الحاجة محمد الدوار رجع لحياته العادية، غير في دار الحاج الهدوء كان خادر بحال الغيمة قبل الرعد. عبد الكبير شد مفاتح الضيعة وبدا كيتصرف فيها كأنها ديالو بوحدو، كيبيع المحصول، كيكري الأرض لجيرانو، وكيصرف فلوس بلا ما يشاور حتى شي واحد. الناس في الدوار بدات تهمس: والحاج الله يرحمه ما دازش حتى 40 ولادو تقاتلوا على الورث. طاهر جا نهار الحد للدار وجلس مع عبد الكبير وقال ليه: عفاك خويا، الورث ماشي لعب، خاصنا نقسموها بالعدل. راه الوالد كان داير وصيه. كبير ضحك بسخريه وقال ليه: وصيه؟ ما كايناش وصيه مكتوبه، وكان غير كيهضر. وبصح شكون كان كيعرف ارض بحالو؟ انا، اذا انا اولى بها. هاد الجواب خلى الطاهر يغلي من الداخل، خصوصا منين عرف ان عبد الكبير مشى للمحافظه وبدل الملكيه باسم الوالد قبل ما يموت بشهرين. عبد الحق ما بقاش ساكت، شد خوه الكبير في نهار السوق قدام الناس وقال ليه: راك كتظلمنا يا عبد الكبير، الارض ماشي ديالك بوحدك، راها ديالنا كاملين. عبد الكبير تدزاه في وجهه وقال ليه: سير تلعب، راك باقي صغير على هاد الهضره. الناس تفاجئوا وفضيحه خرجت للدوار كامل. من داك النهار العلاقه بيناتهم بردات بحال الحديد. زهره كانت كتحاول تصلح بيناتهم، كتمشي لكل واحد تقول له: الفلوس ما غاديش تدخلكم للجنه، راكم اخوه، والوالد الله يرحمه ما كانش راضي بهذا الشيء. ولكن ما كان اللي يسمع. الطمع سد العقول، والشك خلى كل واحد يشوف خوه عدو. نهار جا واحد من الناس اللي كيعرف الطاهر وقال له في السر: شوف الطاهر،
عبد الكبير دار عقد البيع باسم الوالد وباع جزء من الأرض لواحد السيد من سيدي يحيى، راه كيدخل فلوس في الخفا. طاهر ما صدقش، مشى للمحافظة وسول، لقى الصدمة. الوثيقة فعلا كاينة بأمضاء الحاجة محمد، ولكن التاريخ قبل وفاته بشهر، بينما في داك الشهر الحاج كان في المرقد ما كيتكلمش. رجع للدار كيغلي من الغضب. عبد الحق قال ليه ما كاين لا عدالة لا قانون هنا، خاصنا نواجهه وجه لوجه. وفعلا واحد العشية تجمعوا الثلاثة في دار الوالد القديمة، الجو مشحون والعيون حمرين من الغضب. عبد الكبير كيحاول يدير الرجل القوي، ولكن كلام عبد الحق كان بحال النار. انت بعتي دم الوالد وخنتي وصيته وحرمتينا من رزقنا. عبد الكبير قام وقال ليه سير شوف خدمتك، الارض ديالي، واللي ما عجبوش الحال الباب واسع. عبد الحق فقد السيطره ودفع خوه وبدات المشاده باليدين. زهره دخلت كتغوت وقفوا غادي تقتلوا بعضياتكم. ولكن في واحد اللحظه عبد الكبير زلق وطيح فوق الزربيه، والطاهر حاول يفرق بيناتهم، غير هو في الغضب عبد الحق شد المنجل اللي كان في القنينه ورفعوه. زهره صرخات لا، وكل شي سكت. الدم سال، والارض اللي ورثوها من باهم ولات مطبوعه بالدم ديالهم. الدار كانت ساكته، غير صوت التنفس الثقيل ديال عبد الحق وصرخات زهره وهي كتحاول توقف الدم بيديها المرتجفين. عبد الكبير ممدد في الارض، عينيه محلولين، كيشوف الدنيا كلها ضواوه ومظلمه في ان واحد. الدوار كله بدا كيهضر، الناس كيقولوا واش معقول غادي يقتلوا خا ولدو؟ هذه مصيبه كبيره. الشرطه وصلت مع العشيه، شدوا عبد الحق ودانوا التحقيق. الدوار كله وقع تحت صدمه، الكل كيشوف ان الطمع ديال عبد الكبير هو السبب. طاهر الاوسط ما قدرش يوقف جنب اخوه الكبير ولا الصغير، قلبه مكسر، وزهره فقدت الامل في جمع شمل العائله. المحكمه كانت قاسها، عبد الحق حكموا عليه بالسجن لمده طويله لانه فعلا قتل خوه بالغلط، ولكن الطمع كان السبب الاساسي. عبد الكبير مات في حادثه غريبه في الخدمه بعد شهرين، والدوار قالوا الناس الله اخذ الحق بلا ما نكملوا حنايا. زهره والطاهر بقاو كيعيشوا مع وجع الذكرى، والضيعه بقات مقسومه ومغصوبه. الدوار تعلم عبره كبيره، الطمع كيدمر حتى اقرب الناس ليك، والورث اللي كيتقسم بالظلم كيجيب غير الدم والمعاناه. وهكذا القصه دخلت مرحله المأساة الكامله، والدوار كل مره كيتذكر نهار الدم اللي سال في دار الحاجه محمد. الدوار كله بقى ساكت، صدى الصراخ ديال زهره كيبان في الازقه الضيقه، والناس كلهم واقفين كيشوفوا الفاجعه. زهره بقات كتصرخ وتعيط، كتحاول تفهم كيفاش الطمع قدر يفرق عائله كامله في ثواني. الطاهر بقى ساكت كيتفرج على الدار اللي كانت عامره بالضحك والفرح، ودابا ولات مكان الدم والصمت. حس براسو عاجز وما عرفش كيفاش يقدر يصلح شي حاجه. من بعد ايام الناس في الدوار بداو كيتفكروا كلمات الحاجه محمد: الورث رزق الله وما كيخليش الطمع يكسر المحبه. ولكن الدرس جا غالي، عبد الحق في السجن، عبد الكبير مات، والطاهر وزهره بقاو كيتحسوا بالذنب وبالفراغ الكبير. زهره قررت تبقى في الدوار باش تحافظ على الارض وتورثها لولادها بلا طمع. اما الطاهر رجع يخدم في المدينه، كل مره كيجي عطله كيزور الدوار وكيشوف الاماكن اللي كانت عامره بالضحك وبات مغطيه بالحزن. الدوار كله تعلم عبره، الظلم والطمع كيجيبوا غير الخراب، وكل واحد خصو يرضى بالحق ديالو بلا ما يحاول يغتصب حق الغير. ومن هاد اللحظه كلشي بدا كيحس بالندم والخوف من الطمع، وكل واحد بدا كيعاود يفكر الحياه قصيره بزاف باش نضيعوها في الخصام والدم.